حورية البحر، هل هي مخلوق ذكي أم أنه هي من الجن الغواص؟ حورية البحر هي أحد أقدم الأساطير اللي عرفتها البشرية، وهي تجمع بين صفات البشر والأسماك، وتتمتع بجسم سمكي من السرة إلى الذيل. وظهرت أول قصص الحوريات البحرية عام 1000 قبل الميلاد بالمملكة الآشورية، وتعتبر حورية البحر أسطورة. لكن الكثرة ذكرها بالقصص والأساطير القديمة اعتقد الناس أحيانا بوجودها، ومن ذلك الوقت انتشرت الأساطير حول عروس البحر، واللي أصبحت موروث ثقافي، ومنها ما يلي: سيزج هي حورية البحر في الفولكلور الاسكتلندي. وتقول الأسطورة إنه إذا استطاع أحد البحارة الإمساك بها فسوف يحصل على 3 أمنيات تقوم بتحقيقها له على الفور، ولكن في حال وقع البحارة في حبها فسوف تتحول إلى إنسانة كاملة طبيعية تستطيع أن تمشي على الأرض. أما ميلالابو، كان هنالك ملك أسطوري للبحر يدعى ميلالابو فيشي، وكان جسمه عبارة عن نصف رجل ونصف أسد، حيث كان نتاج زواج أم بشرية وأب من فصيلة أسود البحر. وتزوج ميلالابو من امرأة بشرية ذات شعر أشقر طويل وعيون زرقاء. تصفها القصص بأنها أجمل امرأة في العالم، وحين تجلس تلك الفاتنة على صخرة وترقص، فإذا كانت تواجه البحر فهذا يعني أن الصيادين سيجدون الكثير من الأسماك في ذلك العام. أما إذا واجهت الشاطئ فهذا يعني إنهم سوف يتصارعون للعثور على الطعام. أما عن تريتون وأريال، حورية البحر ذات 16 عاما، هي صهباء جميلة تتميز بشعرها الأحمر وصوتها العذب، وهي الابنة 7 للملك تريتون. ويذكر وفقا للأسطورة إن مجموعة البحارة ظلوا طريقهم وسط البحر، فساعدهم تريتون من خلال إنشاء قطعة أرض لهم، والتي تسمى إلى الآن جزيرة ثيرا. أما أريال فقد فقدت أمها وهي صغيرة عندما كانت تهتم بإنقاذ بناتها، فقتلتها سفينة قراصنة ماميواتا. هي آلهة أفريقية ينظر إليها كحورية طيبة تعالج المرضى، وانتشرت قصصها في جميع أنحاء القارة. ويدعى البعض إنها شوهدت في البحيرات والأنهار وعلى شاطئ المحيط، وغالبا ما يتم رصدها وهي تحمل ثعبان الماء حول كتفيها. ويقال إنها يمكن أن تتحول إلى امرأة أو سمكة أو حورية وفقا لمزاجها. أتمنى أن تعجبكم بعض الأساطير القديمة عن حوريات البحر. وقت ممتع.